احمد السيد زيزو حديث الساعة، وكل الاعلام اللي هو ما وروش شغلانه دلوقتي غير زيزو، وان زيزو عاوز يمشي من نادي الزمالك، وان جاي له عرض لزيزو من الشباب السعودي بمبلغ مغري، وان الراجل هياخد في السنه مع الشباب السعودي 3 مليون دولار، غير ان نادي الزمالك هياخد 6 مليون دولار، وان زيزو بيهدد نادي الزمالك وبيقول لهم يا تعملوا صفقات قويه عشان نقدر ننافس، يا اما انا همشي ماليش وجود في نادي الزمالك، وبيحط شروط تعجيزيه ان هو لازم ياخد مستحقاته كامله، يا اما هيشتكي ويفسخ العقد بينه وبين نادي الزمالك ويروح لاي نادي بدون مقابل، بدون ان هو ينفع نادي الزمالك بمليم. الكلام على لسان الاستاذ هاني حتحوت، وعلى لسان الاستاذ ابراهيم المنيسي، وعلى لسان معظم الاعلاميين اللي للاسف ان ولا واحد فيهم يجرؤ ان هو يخرج يتكلم في اي خبر بخصوص النادي الاهلي، اللي ولا واحد فيهم يجرؤ انه يخرج يقول ان في ازمات داخل النادي الاهلي وفي اهدار مال عام. للاسف ولا واحد فيهم يجرؤ ان هو يخرج يقول ان والتر بواليا عامل ازمه داخل النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يمشيه ويفسخ العقد، والراجل طالب مستحقاته كامله، والاهلي بيقول له هنديك فلوسك بالمصري لان عندنا ازمه في السيوله وفي الدولار والكلام من ده، والراجل بيقول لهم لا انا هاخد فلوسه بالدولار، انا قاعد اهو كده كده انا بقبض، انا هاخد فلوسه بالدولار وهاخد مستحقاتي كامله. حد يفهم يطلع يقول الكلام ده؟ حد فيهم هيطلع يقول ان ده اهدار مال عام؟ حد فيهم هيطلع يقول ايه قصه ميكيسوني والفلوس اللي ميكيسوني خدها؟ حد فيهم هيطلع يقول ايه قصه اليو باجي؟ حد فيهم هيطلع يقول ايه قصه جيرالدو؟ حد فيهم هيطلع يقول ايه قصه ميسي ولا شادي حسين ولا ولو عديت لك القائمه تطول؟ محدش فيهم يجرؤ ان هو يطلع يقول خبر بخصوص النادي الاهلي، ولكن خرج المستشار مرتضى منصور واكد رفضه بفكره بيع احمد السيد زيزو، وان يكون احمد السيد زيزو هو كبش الفدا او هو الحل لحل ازمات نادي الزمالك. انا معاه ان زيزو لو احنا بعناه فلوسه هتحل نص ازمات نادي الزمالك، مش هتحل المشاكل كلها، هتحل نص مشاكل ازمات نادي الزمالك، ولكن انا كراجل زملكاوي ما عنديش حد باقي غير هما اتنين في الفرقه، زيزو واحمد فتوح. خسرت زيزو ما بقيش الا احمد فتوح، هعمل ايه؟ انا اعمل ايه كنادي الزمالك؟ زائد ان خوان كارلوس اوسوريو رافض فكره بيع احمد السيد زيزو في ظل طبعا الازمات اللي احنا فيها، وعدم القيد ان هو يترفع، وفي ايقاف القيد مش قادرين نجيب صفقات. طيب هنقدر نستند على مين؟ الاعلام ده كله اللي بيطلع يتكلم ويقول سيبوا الراجل ياخد فرصته، سيبوا الراجل مش عارف ايه، انتوا ليه ما بتقولوش الكلام ده على اي نادي تاني؟ اشمعنى على نادي الزمالك؟ ليه خليتوا زيزو ان هو بيهدد نادي الزمالك رغم ان ده ما حصلش؟ رغم ان ده ما حصلش، ليه خليتوا زيزو وصورتوا القصه للناس وللجمهور ان زيزو بيهدد ان هو هيشتكي عشان يفسخ عقده مع نادي الزمالك وينتقل لاي نادي انتقال حر؟ ليه الاستاذ ابراهيم المنيسي بيطلع على القناه بتاعته على اليوتيوب دايما يستهتر في قصه او اي خبر بخصوص نادي الزمالك ويقول لك اصل هم هيبيعوا الزمالك عشان خاطر مش عارفين ياخدوا فلوس كهرباء، وكهرباء مدوخهم والقصه ديت، فعايزين يحلوا ازمات ويحلوا مشاكل. ولكن انا عن نفسي كواحد زملكاوي شايف ان فكره احمد السيد زيزو انه يكون هو الحل لحل مشاكل نادي الزمالك لا، لان انا مش هعرف اعوض احمد السيد زيزو، مش هعرف اعوضه. زائد ان الفلوس اللي هتيجي من ناحيته مش هتحل مشاكل نادي الزمالك كلها، للاسف هتحل جزء من مشاكل نادي الزمالك لكن مش هتحل المشاكل كلها. طب ما انا ليا فلوس بره، طب ما تساعدوني، طب ما الدوله تساعدنا بجد. انا بتمنى من كل الناس اللي تطلع تتكلم على نادي الزمالك وعلى اخبار نادي الزمالك وبيحاولوا ان هم يحطوا شويه فلفل وشطه كده ما بين في الخبر، يعني ما بين الجمهور وما بين اللاعب. بلاش القصه دي، مش عايزين نطلع يا جماعه نقول اشمعنى الاهلي، مش عايزين نطلع نقول انت بتتكلم عن نادي الزمالك، طب ما تبص للنادي الاهلي فلان وفلان زي ما انا قلت كده في الاول. احنا مش حابينها، مش حابين ان احنا نطلع نقول الكلام ده. ما تركز في نفسك، والناس اللي بتدخل تعلى وتقول يا عم ما تخليك تتكلم في ناديك، طب ما تقول للناس بتوعك يتكلموا عن النادي بتاعهم، مالهمش دعوه بنادي الزمالك. سيبنا احنا مع نفسنا احنا نحل مشاكلنا،
احنا نحل مشاكلنا، مالكش دعوه بينا. روح قول لليوتيوبريه بتوعك، روح قول لهم، روح قول للكابتن احمد شوبير المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي مالكش دعوه بنادي الزمالك. روح قول للاستاذ ابراهيم المنيسي مالكش دعوه بنادي الزمالك. روح قول للناس دول كلها مالكمش دعوه بنادي الزمالك. بدل ما بتدخل تقول لي اتكلم عن ناديك واتكلم عن مشاكل ناديك، ما انا بتكلم عن نادي وعن مشاكل ناديك، ولكن بتكلم عن ناديك لما هم بيخرجوا يتكلموا عن النادي بتاعي. ما تركز انت في نفسك وسيبونا احنا نحل مشاكلنا مع نفسنا. احنا اولى ببعض، احنا ادرى بنفسنا، مالكمش دعوه بينا. واحنا هنفضل ورا الزمالك وهندعم الزمالك حتى لو الزمالك هبط درجه رابعه. وزيزو الراجل محترم لحد وقتنا هذا، لا فتح بقه مع نادي الزمالك ولا قال اي حاجه مع نادي الزمالك، ولا قال لهم يجلبوا صفقات يا حمشي، ولا قال لهم انا هشتكي وافسخ عقدي وما خدتش مستحقاتي، ولا دبدب برجله في الارض وقال لهم لا ماليش دعوه انا عايز امن مستقبلي، انا عايز اخرج. الكلام ده ما حصلش، الكلام ده ما حصلش. ربنا يهديكم يا رب، ربنا يهديكم بجد.